كرة القدم أكثر الألعاب شعبية في التاريخ. أكتر لعبة بتحس إنها بتأثرك، بتاخدك، بتخطفك، بتخليك بني آدم تاني. بس لا يمنع إن يكون البني آدم ده بني آدم قذر. أنا وليد السعيد وشوف الموناليزا. شوف الموناليزا. العنصرية والإهانة الواضحة لأي لاعب كرة قدم هي أكتر حاجة طرشتها علينا السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. أنا مش هقول على نفسي إن أنا مشجع كيوت، ولكن طول ما الموضوع في نطاق التحفيل مفيش مشكلة. بس للأسف فعلا الموضوع وصل لدرجة مقززة من البجاحة المبررة. في الماتش الأخير لريال مدريد وفالنسيا لقينا مشهد غير طبيعي. فينوسيس متعصب على الجماهير وبيتخانق معاهم، وبعد مشادات ما بين فينوسيس ولاعيبة فالنسيا فينوسيس اتطرد علشان بعد الماتش الصورة تتضح ونشوف فيديوهات ما تقدرش تقول عليها أقل من إنها مثيرة للاشمئزاز. جماهير فالنسيا بتمارس العنصرية المباشرة على فينوسيس وبتشبهه بالقرد، وفينوسيس بشكل يضيق الصدر واقف متأثر وبيعيط. سيبك بقى من اللي حصل في الماتش، لان انت لما هتفتح السوشيال ميديا هتلاقي اوسخ من اللي حصل في الماتش. تبرير غريب جدا اللي بيحصل. اصل هو فينوسيس بيتعصب بسرعه. طب تعالى يا حبيبي اشتمك بالاب والام واقول عليك قرد ونشوف ساعتها حضرتك هتتعصب ولا لا. اصل هو فينوسيس يا عم لعيب مستفز، عندك حق. اي حد بعد كده هينرفزك هنقتله، مفيش مشكله، ما هو احنا عايشين بننقي البني ادمين يعني. اصل هو يا عم فينوسيس لعيب قليل الادب، اصل اشمعنى هو اللي بيتشتم يعني؟ لا والله للاسف، لان اغلب اللعيبه الافارقه بيتشتموا وبيتعنصر عليهم في كل الدوريات. لوكاكو طلع قال ان هو ساب الدوري الايطالي فتره علشان كان بيعنصروا عليه. بالوتيلي مسيرته خلصت بشكل كبير بسبب عقليته، ولكن برضه بسبب العنصريه اللي كانت بتوجه له. يا سيدي ده حتى محمد صلاح اللي محدش يقدر يقول ان هو غلط في اي جمهور قبل كده، جماهير تشيلسي طلعت قالت عليه بومبر، يعني ارهابي. فالموضوع واضح كده بقى ان هو ملهوش علاقه بشخصيه اللاعب نفسه. العنصريه في الكوره حاجه مش جديده، بس وجود السوشيال ميديا بقى بيعززها. وما تفتكرش ان انت كمصري بعيد عن الحوار، لا لا لا، ده العنصرية في مصر وصلت لدرجات غير إنسانية. أنا كوليد مش بحب شيكابالا وبعتبر إن هو شخصية غير ناضجة، ولكن شيكابالا من أكتر اللعيبة اللي واجهت عنصرية في العالم كله تقريبا. اتشتم في الاستاد، اتهان واتشتم بعيلته كلها، اتشكك في رجولته واتريقوا على اطفاله، لبسوا كلب تيشيرت الزمالك وقالوا شيكابالا اهو. فوصلت لدرجه ان هم يقفوا على قبر عيلته ويقروا الفاتحه على اساس ميت وهيخو هيخو كده يعني. من اجل التحفيل انت فقدت انسانيتك، من اجل الترند انت انتهكت حرمات ربنا، وكل ده ولاقي في ناس بتأيدك على الفيسبوك. ما هو عادي يا اسطى، ايه المشكله؟ اصلها كوره ولعبه في الاخر يعني. بس من الواضح كده ان اللعبه هي اللي محركاك وهي اللي بتلعب بيك. اشوفكم الحلقه الجايه.